بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعت لكم تاني بفيديو جديد. الفيديو بتاع النهارده هيكون عن تغيير الظرف بتاع الساعة الكاسيو. طبعا الزراير مش شغالة، وزي ما انتم شايفين كده الظرف قدم شوية، فاحنا هنركب ظرف اصلي وبرضه هيكون ضد المية. اول حاجة هنعملها ان احنا هنفك المسامير اللي ورا ديت. موضوع بسيط بس بيبقى فيها تركات كده في التركيب. هنجيب علبة نحطها جنبينا كده عشان ايه نحط فيها المسامير بتاعتنا. اي علبة كده نحط فيها المسامير. هو انا عامة مش هستخدم المسامير دي، يعني هستخدم المسامير بتاعت الظرف الجديد. تاني مسمار، وده التالت. احنا ممكن نغير ظرف عشان الشكل العام، يعني بيبقى الطلة اللي على الظرف يتاكل وبقى شكل الساعة مش لطيف، او بدأ يخشها مية، او لما تكون الزراير معلقة ومش نافع لها تظبيط. ده منظر المكنة من جوه. هنشيل طبعا المكنة. شايفين الجوان بقى عامل ازاي؟ بص ده الجوان القديم. خلاص هي الساعة بدأت تخشها مية مع الراجل، مع الحاج يعني، وعايز يركب لها ظرف جديد. نرمي بقى القديم دوت، وده هنمسحه وننضفه تمام عشان الغطا هنستخدمه زي ما هو. نخش دلوقتي في مرحلة الفك بتاع الستيك نفسه، او ممكن احنا نعمل حاجة دلوقتي، نركن دي على جنب ونبدأ نطلع الظرف القديم الجديد اسف. الظرف ده انا بركبه ب125 جنيه، حاجة نضيفة، جوان اصلي وظرف اصلي تمام. مفيش حد اديتهوله الحمد لله غير وشكر فيه، يعني من ناحية المية طبعا، لأن أغلبية اللي بيركب الظرف بيبقى عايز ضد المية. أول حاجة هنعملها إن احنا هننقل المكنة، هنحطها في الظرف الجديد. هنشوف الأماكن بتاعتنا مظبوطة يعني اهي تمام، ونبدأ نركب بالشكل ده كده. وهنا في طبعا مكان الزرار داخل، فنقوم نطلعه بمفك أو أي حاجة، نطلعه برا عشان نبيت ايه اهو كده. المكنة بيتت معانا. نتأكد ازاي بقى انها بيتت ولا لأ؟ هنجيب الساعة كده تمام، ونبدأ ندوس على الزراير مادام بتقرا معانا يبقى تمام. ده مكان النقل اللي هو بتاع اللايت اصلا، وده اللي بنقلب بيه الوقت تمام كده. طبعا مفيش صوت جرس لان انا عملت فيديو قبل كده وعرفت لكم ان الجرس موجود في القصعة بتاعة الساعة. ايه يا بابا؟ ايه يا حبيبي؟ ونركب الجوان. اهم حاجة بقى التركية ديت مكان تركيب الجوان. بصينا كده مش عارف بقى هتبان معاكم ولا لأ. شايفين الجوان ليه حواف اللي بارزة دي؟ لو قلبت كده ملهوش حواف. الحواف دي بقى بتبقى تحت تمام. ناخد بالنا من الزوايا، يعني دي زاوية صغيرة، دي لف، فنيجي نبص كده هنلاقي الزاوية الصغيرة اللي هي بتاعت الجوانب، فنيجي نظبط زي كده. اهم حاجة معايا بالنسبة لي ان الجوان يبيت كويس، يعني نيجي نبص كده نلاقيه مبيت. نزوم شوية، بصوا كده يبيت في الايه، في المجار بتاعته. لو قلبت الجوان
او حودته شوية هتلاقيه مش مبين. الخط المستقيم هنا وهنا وفوق وتحت. تمام كده. بص الناحية دي كده مثلا اهو متحرك من مكانه. لان اهم حاجة بالنسبة لي الجوان اهو ثبته كده يثبت مكانه، عشان لما اجي احط الغطا او معنى اصح القصعة ما اتحركش الجوان من مكانه. تمام كده. هنرجع بالزوم ورا شوية ونحط كده. نجيب دي بقى، نجيب منديل ولا اي حاجة، عاوزه بس كحول. ثواني. الظرف عامة بيجي من غير قصعة. انا جات في بالي فكرة الفترة الاخيرة في مكن ظهر ماليزي تقريبا، فبفكر اجمع ساعات كاسيو، هتبقى طبعا اوفر من الاصلي. في قصعة زي كده بتنباع لوحدها بتبقى اصلية، الاصلية بتبقى محملة زي كده، التقليد بتبقى صاج شوية. المحملة طبعا بتستحمل وبتقفل على بتقفل على الظرف كويس. فانا هجيب مثلا ظرف مع مكنة مع قصعة مع سير واجمعهم انا، زي الساعات اللي تتباع على النت ب400 و500 ويخشها مية. لا انا هبيعها ب400 و500 ومش هتخشها مية لان هتبقى تقفيلي انا. تمام. ركز ان دي تبقى الناحية دي عشان تلمس النحاس ديت والجرس يشتغل. تمام زي كده. لسه طبعا هنقفل المسامير ونأكد عليها كويس بالمسامير. طيب هنركب القديمة؟ لا هنركب المسامير الجديدة عشان تخش حشر كده وتقفل كويس على الغطا بتاعنا، على الظرف بتاعنا. تمام. طبعا انا ببص من بعيد عشان خاطر الكاميرا قدام عيني، ف بعرفش اتعامل كويس، بس بحاول على قد ما اقدر. كمان المكان ده طري شوية يعني دي خشبة، لكن هنحاول سوا. هقوم نقف احسن. تمام كده. نركز ان المكان الجرس يبقى الناحية دي. انا وقفت عشان اشوف ان الفتحة بتاعت الغطا القصعة جاية قصاد الفتحة بتاعت الظرف. نبدأ بقى ايه نربط ونسمي الله. بسم الله. اول مسمار، بس طبعا لسه مربطوش للاخر. انا هعشق الاربعة زي كده. اخر اصلا الربطتين دي بيبقوا صعبين شوية، خاصة ان الظرف لسه جديد والمسامير بتكون بتاعة الظرف بتبقى شديدة شوية. دلوقتي انا ركبت المسامير، بس فاضل التقريط بتاعهم. ده طبعا بيبقى بينفع عادة وصليبة.
انا بحب دايما اقرب بالفتاحة. محبش اشتغل حاجة اصلا اصور، الكاميرا بتبقى قدامي، بس ادينا شغالين. طبعا لسه عايزة كمان شوية تقريط. لازم اخلي القصعة لمسة الظرف، مفيش سن التهوية. دي تمام، دي تمام. كده ان شاء الله ايه كله يبقى تمام. نجرب الزراير، هو الصوت شغال. كله شغال. فضل بقى نركب الاستراب بتاعنا الاستيك. تمام. كده ان شاء الله كله تمام. نجيب بقى سكينة، نجيب مفك، نجيب اي حاجة ونحاول نطلع السوستة من ايه، من الظرف القديم. فانت بدها تيجي دي الظرف القديم يا عم زي كده. يا ابو موسى، اقسم بالله لا لو هو ناسي
ونركبه في الجديد لا زي كده. ايوه، ما هي قصة هي قصة شكك، وانا بيني وبينك والله 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 الماتش ما هو فارق. وحسين ما طب حسين نسي قبل كده يحطني في البتاع ده، في معسكر الزوم، الميتنج، الاجتماع اللي على النت، نسي يحطني فيه. حط الحكام كلها على النت. مش دي القضية. القضية ان انت ما تبقاش شايل عزب عشان عزب بده يضيعني انا. فهمت؟ يعني ممكن حسين بحسن نية عزب نسي فانا اشيله. تمام، على خير. على خير يا باشا. على خير يا باشا. ماشي يا باشا. معالي الباشا. ازيك يا باشا؟ مؤاخذة. الله يهمك يا كبير. ليه؟ والله الحمد لله. كريم قال له اخوك اللي هيجي. كان جمال اللي جاي بس اختلف فجيت انا. ولا يهمك يا باشا. البص الازرق ده تمام، فتح تمام وقفل تمام. بس ما كانش عايز يفتح. بعتذر لكم طبعا، كان في زبون عندي. المهم عشان ما نطولش عليكم هنركب السوسات. بس السوسات ديت انا لاحظت ان راسها اضخم من بين مكان الظرف، فبدل ما هوسع هركب سوسات جديدة تكون بوزها عبارة عن سن، مش بوز عريض يعني. زي كده. تمام. في ثواني نجيب كمان سوستة تانية. تمام. السارجة الجديدة، وده الظرف اللي هو القديم. كل بقى اللي هعمله دلوقتي ان انا هحطها في المية وهبيتها في المية. تمام. لو حطيت لكم في المية كده وطلعتها لكم دلوقتي ملهاش اي لازمة، لان التشبيرة بتبان بعد فترة. تمام. وطبعا لو حصل فيه تشبير او حاجة بضطر افك الساعة وابدأ اشوف المشكلة فين. وطبعا في عامل مساعد لو الموضوع بسيط خالص عبارة عن تشبيرة فقط، استخدم المادة دي جاية من بره. تمام. تعتبر شبه الجليسرين كده مثلا، تتحط وقتها بشوف مكان التسريب لو يكون مثلا من الغطا في مثلا طلع حتة متنية في القصعة وانا مش واخد بالي او مشابه، بعدلها وبحط ده للتأمين. بس ما بستخدموش غير للطوارئ فقط، لان هي الازازة نفسها غالية ومش متوفرة كتير. لكن هو في الغالب الحمد لله يعني عمرها ما حصلت ان في الظرف الاصلي يبقى فيه تشبير او دخول ميه. هي حصلت مرة واحدة بس، كان عندنا عامل ويتصرف من دماغه وركب ظرفه وهو كان حابب يتعلم، وطبعا الزبون رجع لنا تاني وعمل مشكلة لان الساعة دخلها ميه. فكان طبعا هو مركب الجوان غلط مش مبيته صح، فعشان كده قلت لكم ركزوا في حوار الجوان. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس. وبرضو لو عجبكم حوار اللي قلت لكم عليه، ان انا هجيب غطا قصعة، وهجيب الظرف طبعا عندي، بس هشوف القصعة كده هسأل عليها في السوق بتتباع فرداني برضو. والمكنة هجيب مكنة مش صيني، هجيبها ماليزي. والسير نفسه موجود عندي. تمام. وهجمعها انا، وهتبقى ان شاء الله افضل بكتير من الساعات الصيني اللي بتقابلكم في السوق بسعر 350 و400 و450. انا اشوف التكلفه هتقف عليها بكام، لان لسه معرفش القصعه نفسها بكام، والمكنه الماليزي لسه برضو معرفش سعرها كام. هشوف هتقف عليها بكام وهعمل لكم فيديو بيها ان شاء الله. ولو اي حد وقتها احتاجها متوفر شحن ان شاء الله. متنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس. شكرا.